خلف نايل العناوي نجم نادي لانس الفرنسي جدلا واسعا لدى متابعي المنتخب المغربي بعدما تردد على نطاق واسع خبر رفضه تلبية دعوة المدرب وليد الركراكي من أجل خوض وديتي أنغولا وموريتانيا في 22 و 26 مارس الحالي على ملعب أكادير استعدادا للإقصائيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد باللاعب نايل العناوي من قبل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وذلك لقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة لخط وسط منتخب أسود الأطلس في المرحلة القادمة، وليس لكونه نجل يونس العناوي أسطورة التنس المغربي، إذ حقق 5 بطولات كبرى في رابطة لاعبي التنس للمحترفين، وهي بطولة الدوحة عام 2002 وبطولة الدار البيضاء في نفس السنة وبطولات ميونخ عام 2002 وبوخارست في 2001 وهولندا 1999. وكشف موقع العربية الجديد السبت إن صاحب 22 سنة ما زال مترددا في حسم موقفه النهائي من المنتخب الذي سيرتدي ألوانه، وخصوصا بعد دخول الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على الخط، حيث يرغب المدرب تيري هنري في ضمه إلى منتخب فرنسا تحت 23 سنة، إلا أن اللاعب يميل إلى اللعب مع المنتخب الوطني المغربي رغم الضغوطات والوعود التي تلقاها من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الفترة الأخيرة. ومن جهة أخرى فإن متوسط ميدان نادي لانس الفرنسي نايل العناوي قد اعتذر للمدرب وليد الركراكي عن عدم مشاركته في وديتي أنغولا وموريتانيا، وطلب منه مهلة للتفكير قبل حسم قراره النهائي، وهو الموقف الذي اعتبره عدد من متابعي منتخب المغرب مفاجئا، خصوصا أن هذا اللاعب الشاب سبق أن استدعي للمنتخب الأولمبي في وقت سابق. وأضاف الموقع داتا بأن خبر رفض اللاعب نايل العناوي تلبية دعوة المدرب وليد الركراكي لا أساس له من الصحة، واعتبر ذلك مجرد محاولة للضغط عليه من قبل الإعلام الفرنسي، حيث سبق لعصام الشرعي المدير الفني السابق للأولمبي المغربي أن استدعى نايل العناوي لخوض مباراة البرازيل في وقت سابق، وبذلك فإنه لن يغير رأيه في ظرف وجيز. فاللاعب العناوي اللاعب الواعد حسم نهائيا أمر اللعب لمنتخب بلده، علما أنه نجل يونس العناوي أحد أساطير الرياضة المغربية، ولمع اسم نايل العناوي مع نادي لانس الفرنسي في الموسم الكروي الحالي، إذ أظهر علو كعبه في 18 مباراة خاضها إلى الآن في منافسات الليغ 1، إذ أحرز هدفا وقدم تمريرات حاسمة، وشارك أيضا في 3 مباريات في منافسات دوري أبطال أفريقيا وواحدة في كأس فرنسا. والجدير بالذكر أن المدرب وليد الركراكي يستعد للكشف عن القائمة النهائية المستدعاة لمباراتي أنغولا وموريتانيا الخميس القادم، على أن يخوض منتخب أسود الأطلس معسكرا تدريبيا مغلقا في 18 مارس الحالي في مركز محمد السادس لكرة القدم.